ركزوا بقى يا اخواتي النهاردة لأن النهاردة يوم صعب. اخوات كتير بيحاولوا يموتوا بعض عشان خاطر الورث، والحريم بتوسوس لأهاليهم وسحر بهدلة. احنا وصلنا لحد فين؟ بس ده بقى مش مجرد كلام. يلا عشان مطولش عليكم لأن الموضوع صعب. اسمع بقى ونشوف مع بعض الإخوات هيعملوا في بعض ايه، وايه بقى اللي هيخليهم يسحروا البعض عشان الفلوس. مين بقى هيعيش ومين هيموت؟ يلا بينا بقى ونسمي الله. أحبكم في الله. أنا كنت فاهم غلط وانت بقى فهمتيني الصح. للأسف كنت تايه على الحقيقة. أنا ما كنتش عايز أقولك حاجة زي كده، إن أبقى شايفاك بتضيع بسبب أمك وأقف أتفرج. معقولة بقى يعني أمي هي اللي تعملي الأعمال دي؟ طب بتأذيني ليه طيب؟ أمك بقى يا سيدي طول عمرها أصلا تحب أخوك الكبير وبتكرهه. هقولك بقى على الكبيرة، أمك نفسها أصلا ما كانتش بتحبك ولا عايزاك الخير. أنا حاسة كده على هي كمان عاملة عمل ليا. أيوة صح، عندك حق. 3 سنين ضاعوا من عمري وأنا بعاني كده منها. بتقول لجوزها بقى حبيبي أنا هفضل جنبك طول العمر. بتوسوس له، تقول له أنا عندي خطة نخلص بيها من أمك وأخوك كبير وتورث أنت بقى كل حاجة. بكل بساطة قال لها ماشي. طب إيه هنعمل إيه؟ هقولك دلوقتي. مسكت تليفونها بقى ورنت كده على رقم متسجل بالشيخ فتحي. قالت له ازيك يا شيخ، أنا ليلى بكلمها كده بخصوص بقى جوزي وكنت عايزك تكلمه. ادتني التليفون. بدأ كلامه بقى بيسألها يعني أمك اسمها إيه؟ قلت له يا عم حفيظة. طب أمها اسمها إيه؟ قلت فاطمة. قال لي أنت الصداع بيجيلك كتير؟ قلت له صداع إيه بس يا عم الشيخ؟ قال لي أنا مش حاسس أي بصداع ولا أي حاجة، أنا حاسس بصداع بس من قلة نوم. ده التليفون كده بقى لمراتك. قلت له تمام. جت ليلى التليفون. فضلت ليلى بقى تقول تمام 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 تمام. سلام يا حضرة الشيخ. ما عرفتش بصراحة قالوا لبعض ايه. قلت له هو قالك ايه؟ اطلع تعرف كمان شوية. بص متشغلش بالك، هات بس 5000 جنيه. عدى تقريبا ساعة، الباب خبط. فتحت لقيت ست لابسة عباية تلف كده، بس ايه بقى، تحس ان هي خارجة من فيلم ابيض واسود، وشها مش باين. ادتني كيس كده فيه جزرتين. والله جزرتين كده في كيس. طلبت الفلوس. ليلى بقى يا سيدي كانت واقفة كده ورايا وماسكة في ايديها ال5000 جنيه. اديتهم للست دي ودخلنا وقفلنا الباب. قلت لها ايه ده سحر ده؟ قالت لي اسمع بس، جزرتين دي بقى جزراية لأمك وواحدة لأخوك. دخلت المطبخ وبدأت بقى تجهز كل حاجة. صينيتين بسبوسة لإنما ايه، وقالت لي جهز نفسك بقى الليلة هتروح تزور أمك وأخوك، كأنك رايح كده بقى تصالحهم وتقولهم كلمتين حلوين. صينية بسبوسة دي بقى لأمك، وطبعا صينية لأخوك. وفعلا خرجت من البيت كده بعد المغرب ومعايا أحلى صينيتين بسبوسة. ركبت عربيتي، رحت بقى على بيت أبويا الله يرحمه. رحت عند أمي، خدت صينية البسبوسة
سبت التانية طبعا في العربية. أول لما أمي شافتني بقى أخدتني في حضنها كده بلهفة، فضلت تعيط وتبوس فيا. هات أخبارك إيه يا عامر؟ عامل إيه؟ كده برضه سنة كاملة كده متسألش عليا ولا على أي حاجة خالص. بدعيلك يا ابني في كل صلاة. وكمان مقاطع أخوك ليه ومش عايز تصدق إن أبوك ما سابش ورث لأخوك؟ ماشي فيك على فكرة. للأسف أبوك يا ابني ما سابش أي حاجة. قلت لها لا لا، ما تشغليش بالك بقى، ما تشغليش بالك بأي حاجة خالص. أنا طبعا مش مصدق أي حاجة، أو مش عارف أصدقها ولا أصدق طبعا اللي في البيت، بس خلاص بقى ما عادش فيه رجوع. قلت لها أنا هروح أطيب خاطره. خدت الصينية كلت منها، يلا بالشفا. أنا هروح بقى أطيب طبعا أخويا بكلمتين. هاتلي حاضر، بس لازم بقى البسبوس. هاتلي لأ خلاص. بالمناسبة أنا كمان أصلا مبقتش حاسس اليوم بأي حاجة. نزلت، رحت بقى يا سيدي عند أخويا، نفس الاستقبال. قعدنا بقى نسلم على بعض وأحضان بقى، وانت ازيك يا ابني، فينك يا ابني وكده. قال لي طمنا عليك، ازيك يا ابن أبويا، من غير بقى يا سيدي أي مقدمات خالص. قعدت أهزر فعلا ولا أي حاجة. قلت له معلش بقى إبراهيم، حقك عليا، أنا النهاردة جبتك مخصوص بقى متزعلش. أنا هزعل منك إيه يا ابني، أنا أخويا. قلت له ماشي ماشي يا ابن أبويا. لقيته بقى هو كده من نفسه وفتح موضوع كده فرحني فعلا. قال لي بص، تحت بيتنا ده بقى في مقبرة فرعونية تحت بيت أبوك، عايزين نجيب شيخ كده عشان نخرجها. في اللحظة دي أنا فرحت، أخيرا هاخد حقي منه. قلت له طب تمام تمام جدا مفيش مشكلة. المهم بقى خد البسبوسة دي، تستاهل بقك حتة بسبوسة بقى، إنما إيه، تستاهل بقك يا حبيبي. قلت له ماشي. تعالوا بقى أعرفكوا أصلا باسمي. أنا اسمي عامر، عندي 26 سنة، بشتغل بقى يا سيدي محاسب في بنك. والدي الله يرحمه بقى كان عنده كده بقى جناين فاكهة كتير. أنا كنت بقى يا سيدي مركز في دراستي، على عكس بقى إبراهيم أخويا الكبير، أكبر مني بسنتين على فكرة. كان هو بقى ماسك كل حاجة. جوزت وربنا رزقني بطفل، بعدها أمه ماتت بالمرض الخبيث. أبويا مات، ما شوفتش أي حاجة من الورث خالص على فكرة. أخويا بقى قرر ياكل حقي، كتب عليا وقال لي إن أبويا الله يرحمه ما سابش أي حاجة، كان راهن الجنان دي كلها وعليه فلوس. أمي كانت واقفة بقى في صف أخويا طبعا. لما سبت أخويا بقى أمي ضربتني بالقلم وطردتني. هددت أخويا اللي أنا هقتله لو مجابش حقي. اتأجرت بقى الشقة وقررت أعيش كده مع نفسي وأفكر بقى أرجع حقي إزاي. حتى ابني ده كنتش طايقه أصلا، سيبته بقى لسته لأمي يعني. كنت واجب بقى بليلى صاحبة مرات الله يرحمها، حاسس كده بناحيتها شوية مشاعر، وفعلا اتجوزنا. من وقت ما اتجوزنا بقى والدنيا كلها اتلخبطت معايا، حتى شغلي في البنك بدأ يبوظ. واحدة واحدة كده بقى يا سيدي بقيت أحب العزلة، أحب أقعد لوحدي. تفكير بقى إن آخد حقي من أخويا إزاي، تفكير صعب لدرجة إن أنا من كتر التفكير دخلت في حالة كده هلوسة خفيفة. كان دايما كده بحلم بأحلام كتير. كنت بشوف مرتي بقى الله يرحمها كده في مكان شبه البحر،
بس بحر ايه، ناشف، واقفة عمالة بتعيط وانا متسلسل بجنازير كتير. رحت الدكتور نفساني، طبعا مراتي الجديدة ليلى، كتبلي على برشام وبقيت ماشي بيه، يعني خلاص مفيش حل. كنت حكيلها على كل حاجة، مش مخبي عنها اي حاجة خالص. كنت بحبها كده بقى يا سيدي، حب اعمى، واثق في اي حاجة هي تقولها. دلوقتي بقى زمان امي واخويا طبعا كانوا البسبوسة الجميلة، زمان السحر اشتغل. رجعت البيت بقى عند ليلى، كانت مستنية طبعا على نار. قالت هي كله تمام؟ قلت لها تمام، بس عندي ليكي خبر ايه احسن من اي حاجة. بصيت في عينيها لأول مرة، عينيها بتلمع، بس طماعة شوية، شويتين تلاتة. قالت لي خير؟ قلت لها ابراهيم حكالي كده عن مقبرة فرعونية تحت بيت ابويا، وعايزني بقى اجيب شيخ يخرج الحاجة دي. طبعا صيت اكتر واكتر، العينين بدأت تلمع بطريقة غريبة. وقالت انت هتاخد كل حاجة وعندي الشيخ، بس على شرط انا ليا التلت. يا بنتي كل حاجة لا، في الفلوس نتحاسب. قلت لها ماشي، طب شوفي لنا الشيخ. طيب تاني يوم بقى يا سيدي تليفوني رن، كان ابراهيم اخويا، قال لي امك تعبت ونقلناها المستشفى. ليلى ضحكت ضحكة اول مرة اشوفها، قالت لي حلو قوي، السحر اشتغل، بدأ، روح بقى اطمن، ان شاء الله كنت مات. جريت على المستشفى، لما وصلت عرفت ان هي جالها فشل كلوي. ابراهيم كان واقف هو ومراته وابنه الكبير. ابراهيم اتكلم وقال لي نص ساعة بتغسل كلى، بس تقريبا ساعة الدكتور قال يا جماعة البقاء لله، ماتت. رنيت بقى على ليلى، قلت لها خلاص ماتت. زغرطت واتبسطت، بقت مبسوطة جدا، تقولي ألف 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 مبروك يا حبيبي، أدي الأول. أنا مش مبسوط طبعا. ابراهيم كان منهار وهو ومراته وابنه، أنا كنت بمشاعر متلخبطة، أنا مش عارف أفرح ولا أحزن، وأنا اللي عملت كده. دخلت جوه تفكير كتير، اللي أنا عملته ده كان صح ولا غلط؟ أنا مش عارف إزاي قعدت أفكر في حاجات كتير أوي. يعني مثلا من أسبوع ضربت قطة وأنا ماشي، وشوية قعدت أفكر إني باكل عربية فول. من يومين في عميل بنك كده بقى اتسرق 25 مليون جنيه. أفكار ملهاش أي علاقة بموقف خالص. قطع أفكاري بقى كده طبعا صوت صراخ ليلى مراتي لما جت المستشفى. أنا بقيت أصلا مستغربة، ده جت لسه بتزغرة، لكن أول ما جت المستشفى عملت بقى الست الحنينة. وحقيقي لك ليلى كانت منهارة جدا وبتعيط بحرقة، لدرجة إن يعني أنا أصلا بتخاف منها، ده من شوية بس كانت بتزغرة. عدى ساعتين، طبعا طلعنا بقى تصريح الدفنة وكده، ودفناه وقلنا بقى خلاص. ناس كتير قوي جت تعزيني انا واخويا طبعا، واحنا بناخد في العزا بقى في المقابر. وابراهيم وقع كده على الارض وفضل يحاول يقف على رجليه، يقع تاني، رجله مش شايلاه، فضل يترعش كده ويطلع رغاوي سودا كده من بقه، وغاب عن الوعي. نقلناه المستشفى
وأنا سبت معاه طبعا ابنه الكبير ومشيت. رجعت البيت وأنا قلتله ما أنا بدأت خلاص. أول ما دخلت بقى كده بقى ليلى استقبلتني طبعا بحضن كبير وهي مبسوطة. رجعت تاني تزغرط وتغني. كده خلصنا. عقبال الباقي. دلوقتي نسيب بقى البيت الإيجار ده ونروح نقعد فين؟ في بيت أمك. لو على ابنك يا سيدي قعدوا معانا، ما تسيبوش بقى عند عيال أخوك، ده مهما كان ابنك. قلت لها ايه الحب ده كله؟ قالت لا يا اخوي، عشان هو كمان يورث، كمان عشان امه كانت صاحبتي. مشاعر ميتة. انا مش عارف اذا كنت مبسوط ولا زعلان، لكن ليلى بقى الوحيدة اللي كانت بتحبني لدرجة انها كانت دايما بتحب تديني اكلها. كنتش اعرف اللي هي كمان كانت بتحط لي سحر انا كمان. بس يلا نكمل. كان اهم حاجة بقى اكل. انا حتى لو تديني اكلها وهي مش هتاكل، ده كان كلامها. كانت حنينة جدا واهم حاجة في حياتها، لدرجة اني مرة اتعورت تعويرة بسيطة جدا، فضلت تبوس في ايدي وتعاير. المنديل بقى اللي عليه الدم ده بصيت فجأة ملقتوش، طلعت بتسحل على الدم. لما بقى يا سيدي اتجازيت واترفدت من البنك عشان ما عدتش بروح البنك، نزلت مبقتش عارف اعمل ايه. ليلى نفسها بقى راحت تشتغل ممرضة عند ست كبيرة في السن اسمها ام خالد. ومرة كده بقى يا سيدي ليلى جات ومعاها 20,000 دولار. والله بتوع ام خالد. طلبت مني بقى اشوف حد كده من زمايلي اللي في البنك يحولهم لمصري. انا كان ليا اصحاب كده يعني. لما اديت ليلى الفلوس شالت منهم 20,000 جنيه وقالت بقى دول عمولتنا. رن عليا ابن اخويا الكبير، قال لي الدكتور قال ان ابراهيم عنده مرض غريب، مش عارفين في ايه بالظبط، ملوش علاج. وبعدها بقى فاق، حاول، مش فاهمين في ايه بالظبط كلهم مرة واحدة كده. انا كنت فاتح السبيكر وليلى طبعا سمعت كل حاجة. طلبت مني اروح اتابع وابقى معاه لحد ما يموت طبعا، مش حبا فيه يعني، عشان اورث كل حاجة. وفعلا اتحركت ورحت المستشفى. لما وصلت الغرفة بتاعت ابراهيم سمعت صوت دوشة. لما دخلت لقيت ابراهيم بيتعامل على انه مجنون ويعمل حركات غريبة كأنه ممسوس، وانا بتعامل عادي كأني بتفرج يعني، مش فارق معايا. في اللحظة دي بقى يا سيدي وصل دكتور نفسي جاي يبص كده على ابراهيم. طلب مني اخرج انا ومرات اخويا وابنهم. خرجنا فعلا، استنينا برا الأوضة. ليلى رنت عليا وقالت لي انا دلوقتي يا عامر هروح ازور ام خالد علشان عايزاني في شغل، وهرجع بقى طبعا على بيت امك، واعمل حساب بكرة هنرمي كل الكراكيب بتاعت امك دي، وهجيب 100,000 جنيه سلفة من ام خالد، وابقى هات ابنك معاك ما تسيبوش عند بيت اخوك. فجأة سمعت صوت صراخ برا المستشفى. بصيت من الشباك لقيت ابراهيم غرقان في دمه على الاسفلت. دخلت اجري على الاوضه، لقيت الدكتور واقع على الارض وبينزف من دماغه. الشباك بتاع الاوضه مفتوح. قعدت اقول في ايه؟ ابراهيم رمى نفسه من الدور السادس من المستشفى. طبعا مراته وابنه انهاروا جدا، وانا ولا اي حاجه.
مش عارف بجد إذا كنت مبسوط ولا زعلان. مش همتان. أنا مش عارف حاجة ومش فاهم، أحاسيس كلها متلخبطة. طبعا الظابط جاي، الظابط عاوز يحقق مع الدكتور. قالوا ده إيه؟ كان عاوز يهرب. الدكتور قاله إنه انتحر، سبب الانتحار إنه مريض نفسي ومجنون. قبل ما ينط من الشباك بيسمع أصوات غريبة في ودنه، اللي هو عاوز بقى يعني يقتل عياله وبيته وكده. وشام ريحة وحشة جدا. الغريب بقى إن الأوضة نضيفة على فكرة، ريحتها حلوة أوي. طبعا أنا عارف كل حاجة، بس هو قال أنا لازم أموت نفسي عشان أرتاح. فجأة زقني، وقعت على الأرض، فتح الشباك ورمى نفسه. ده الكلام اللي الدكتور قاله الظابط. لما رجعوا الكاميرات المراقبة ظهر إبراهيم بيحاول يفتح الشباك، والدكتور طبعا بيحاول يمنعه. فتح الشباك ورمى نفسه، مات. اللحظة كان في المقابر، ما عملناش أي حاجة خالص. كنا بقى وقت العصاري. رجعت على بيت إبراهيم ومعايا عياله التلاتة، علاء 24 سنة، مروان 20 سنة، مصعب 15 سنة. دخلنا البيت. ابني حمزة بقى يا سيدي بالمناسبة عنده 5 سنين. أول لما شافني جري عليا وحضني. أنا برضه مش حاسله بأي حاجة هو كمان. أنا عندي برود تام، ولا كأنه ابني أصلا. قلت لابني يلا بينا. مرات أخويا رفضت كده ورفضت وقالت سيبه مع ولاد عم، ده متربي معاهم. والله العظيم ما صدقت. أنا سبته ومشيت. رحت بقى عند بيت أمي. بيت أمي كده يا دوب بعيد عن بيت إبراهيم بشارعين بالظبط. لما وصلت دخلت لقيت ليلى بتتكلم في التليفون. أول لما دخلت قفلت وقالت أنا كلمت الشيخ وهيجي بعد العشاء. دخلت اترميت زي القتيل ونمت، حتى ما ردتش عليها. صحيت بقى على صوت راجل في البيت. ناديت على ليلى، جت تجري وقالت أمي يا حبيبي الشيخ وصل من نص ساعة. قمت وقابلت الشيخ فتحي لأول مرة. شاب كده عنده حوالي 30 سنة، مربي دقنه كده على خفيف، لابس جلابية بالياقة ومعاه شنطة كده وفيها لابتوب. سلمت عليه، قلت له اتفضل يا شيخ استريح، تشرب شاي؟ قال لي ماشي. سري. ليلى راحت بقى تعمل الشاي، وفضلنا نحكي بقى أنا والشيخ فتحي. الشيخ فتحي قال طمنا عليك يا عم، أخبار ابنك إيه؟ قلت له تمام كويس. ابتسم كده بقى ابتسامة يعني عمل فيها زي الشيطان بالظبط. هيبقى كويس يا عامر ومش هيتعب. جايب لك خبر ب1,000,000 جنيه. خير؟ ده تحتنا. قلت له مش فاهم. قال لي مش انت قلت اللي البيت ده تحته دهب، حاجات كده من ايام الفراعنة؟ بس المشكلة بقى ان هو عايز طفل. يعني ايه يعني اخطف اطفال يعني؟ في اللحظة دي دخلت ليلى مراتي وقالت ليه نخطف يا حبيبي؟ وابنك راح فين؟ قلت لهم انتوا بتقولوا ايه يعني؟ انا اقتل ولا اقتل ابني مثلا؟ قلت له حبيبي ليلى بقى قعدت تقنع فيا، الدهب والفلوس هنبقى اغنياء جدا، دي مقبرة كبيرة يا ابني، انت في ايه؟ بقى انت اصلا هتكدب على نفسك؟ وانت كنت بتحبه؟ ما انت كنت رميه. سكت. مش عارف ازاي انا اقتنعت. خرجت من البيت، سبت الشيخ فتحي مع ليلى في البيت. وصلت عند بيت اخويا،
قلت مرات اخويا رايح مشوار اخد حمزة معايا. في اللحظة دي بقى ابني نط من الفرحة كده وجري وماسك في ايدي، قال بابا تجيب لي كرة؟ مردتش عليه، سحبته من ايده زي الخروف بالظبط، جرجرته. انا فرحان جدا على فكرة. حمزة فضل كده الطريق كلها بيقول لي بابا انت مش قلت مشوار ليه؟ مش رايحين عند بيت جدتي؟ انا ساكت ما بردش. وصلنا البيت، فضلت اخبط كده على الباب، فتحت ليلى ودخلنا انا وحمزة. الشيخ فتحي مش موجود، لسه اسأل عليه لقيته خارج من الحمام. ابتسم وقال الحمد لله على السلامة يا عامر، وبص لحمزة وقال ازيك يا حمزة؟ رد الولد وقال الحمد لله كويس يا عم. ابتسامة كلها خبز، وقال يلا بينا على الأوضة. دخلنا على الأوضة اللي فيها الحاجة، خرجنا كل حاجة موجودة في الأوضة. الشيخ رسم دايرة غريبة، قعد يرسم جواها نجوم وطلاسم كتير، وحطها كده بقى حواليها بالشموع. طلب مني بقى ان انا انام حمزة في الدايرة دي. فتح كتاب كبير اوي كده، قعد يهمس يقول كلام مش فاهم، تحس كده انه بيقول طلاسم، هو مش تحس اكيد. بصيت على حمزة لقيته غاب من الوعي. نام ازاي مش عارف. بعد وقت لما الشيخ قعد يقرا في الكتاب ده حسيت بسخونية رهيبة. كائن ظهر من العتمة. الأوضة بقت كحل، لونه أحمر ضخم، في نفس الوقت بقى أسود لون العتمة. فضل يلف كده في الدايرة، وقعد هو كمان يقول كلام غريب. أنا صوتي أصلا ما عادش طالع، أنا مبرق وبس. بعدها لف جسمه كده، وقف عند راس ابني الشيخ فتحي ماسك السكينة والكائن ده وذبحه العيل. الكائن اللي أنا شفته ده قعد يشرب الدم، وبعد كده بيختفي شوية بشوية، اختفى خالص. فتحي بقى يا سيدي نايم الولا على بطنه. انا مش عارف اقول انا بتفرج. نايم على بطنه وكاسك كده دراعه وهو دايس على ظهره برجله. حسيت بعدها بهزة أرضية، الأرض كلها بتتحرك من تحت. حسيت كأن الأرض خلاص بتتشق. أرض فتحت، شفت عبارة عن مقبرة فرعونية مليانة تماثيل دهب. الشيخ فتحي قال أنا هاخد نصها. ليلى قالت موافقين طبعا يا شيخ، تاخد انت النص أحسن من اللي مات إبراهيم وعياله. أنا واقف وكأني راجل آلي بتفرج وبس، مفيش مشاعر ولا زعل ولا أي حاجة. محمد أنا قتلت أمي وأخويا وابني، أنا ولا فرحان ولا زعلان ولا أي حاجة. الشيخ فتحي طلب مني كده أنقل حاجة. دخلت بقى أنا جوه المقبرة أرفع الحاجة، وليلى كده وفتحي بقى كانوا برا ياخدوا مني لحد ما خلصت. فتحي خرجني كده وزق برجله جثة ابن حمزة في المقبرة واتقفلت، ورجعت الأرض زي ما هي. ازاي؟ والله العظيم ما أنا عارف. رفعنا الحاجة كده في عربيتي. الشيخ فتحي طلب مني مفتاح العربية وقال أنا بقى هقابل الجماعة اللي هيصرفوا الحاجة دي
وانتوا بقى كده زي الشاطرين نضفوا المكان. الشيخ خد الحاجة ونزل، وانا وليلى بقى دخلنا نعمل زي ما قال الشيخ. ليلى قالت حبيبي انت قلت ايه لعيال اخوك لما رحت تجيب حمزة؟ قلت ان هروح كده مشوار اخد حمزة معايا. قالت يبقى لازم تروح تخلص عليهم. قلت لها انت بتقولي ايه؟ لا ما هو مش وقته خالص، هو اللي يقتل واحد يقتل 10. لازم تروح تخلص عليهم يا حبيبي كده قبل ما هيبلغوا عنك، الواد اختفى. قعدت وسوسلي، انا دلوقتي بقيت خايف ان اتحبس. كان في سيف كده بتاع ابويا متعلق على الحيطة، جبت كيس مشمع لقيت السيف فيه. رحت عند بيت اخويا، اول لما وصلت اول ما الباب فتح كانت مرات اخويا فتحت الباب، زقتها برجلي، قعدت اضرب فيهم بالسيف ده. كانوا كلهم قاعدين مش مدين اي اخوانا خالص، ماتوا. قعدت اقتل فيهم بكل قوة، والله العظيم ما انا عارف ازاي. لكن وانا قاعد كده بتفرج عليهم لقيت صوت. شكرا يا عامر انك حررتني. طبعا انت عايز تعرف اني مين، حاجات كتير المفروض تفهمها وانا هفهمك. انا بقى يا سيدي من ايام اجدادنا، انا واحد من الجن، من قبيلة كده يهودية، وانا بقى يا سيدي قائد القبيلة دي. بس للأسف يا فتحي كان معذبني بقى في خدمته، علشان اتحرر من الخدمة دي محتاج قرابين كتير. انت كده يا ولد ادم. فتحي ما كانش يعرف المعلومة دي على فكرة، مساعدك انت بقى قدرت اتحرر. احكي لك بقى عن حبيبة القلب ليلى، صاحبة مراتك رانيا. ليلى بقى كانت كبرت في السن من غير جواز، لحد ما اتعرفت كده على واحد عن طريق الانترنت. دارت بقى يا سيدي بينهم علاقة حب، وفعلا الشخص ده وهو في وعوده راح يتقدم، لكن ابوها رفض لما عرف بقى ظروف الشاب ده. ومراتك بقى يا سيدي لما ماتت بالمرض التاني راحت لفتحي، عملت لك سحر ابنه علشان تكرهها في أقرب الناس ليك. فتحي بقى وكاني أنا أكون جن عاشق لله، وأنا كنت مسيطر عليها، وكنت بخلاها تقنعك تذبح أهلك واحد ورا واحد. تعرف إن ابنك حمزة كان زهري وعنده قدرات تفوق، يعني كان جامد جدا لو كان كبر، لكنه ما كانش فاهم طبعا عشان لسه طفل صغير. وانت بإيدك خلصتنا منه، برافو. لا مراتك بقى يا سيدي كانت عايشة عليك دور الحنية، وإنها بتساعد جوزها وبتشتغل عند أم خالد، لكن في الحقيقة مفيش حد قاص اسمها أم خالد. كانت بتعاشر الشيخ يا حبيبي، كانت هي وفتحي بيعملوا أقذر حاجة ممكن تتخيلها. كانوا بيصوروا فيديوهات كده مش كويسة ليهم وينزلوها بقى على المواقع الإباحية ويجيبوا شوية فلوس، دولارات بقى. هوريك حاجة لسه بتحصل دلوقتي صعبة على أي راجل، وهروح كده وهتشوف بنفسك. سمعت بقى يا سيدي صوت ليلى ويتفق مع شيخ اللي هما يخلصوا مني. خلاص دلوقتي موت أخوه وأمه والعيال وقلب، نبقى نبلغ عنه، البصمات كلها في إيده، نخلص وناخد الفلوس
ونكت نهرب. ظهر تاني بقى عم جثام، خدني البيت. شفت خيانة ليلى مع الشيخ اللي ما طلعش شيخ، طلع عيل وسخ. حتى ليلى طلعت خاينة، سحارة ملعونة، اتفقت مع عشقها عشان تخلص مننا كلنا، تاخد الفلوس وتهرب. قررت تخلص مني، بس انا بقى كنت اذكى منها. رحت على البيت، شفتهم الاوساخ وبيخونوني، قعدت اضرب فيهم بنفس السيف. انا كده كده خلاص ميت، اخرتها ايه؟ هتعدم يعني؟ ما انا ميت، انا قتلتهم كلهم. المشكلة مش فيا او فيا، لا فيا انا اللي صدقتها وقتلت بقى العيلة كلها عشان خاطر الفلوس. قتلت امي واخويا وعيال وابني عشان واحدة في الاخر طلعت خاينة، خانتني مع عشقها. قتلتهم الاتنين. بس انا بقى لما اتمسكت دخلوني مستشفى المجانين، قالوا في حد عاقل يعمل كل الجرائم دي؟ وفي الاخر الحكومة خدت كل حاجة. حتى الدكتور اللي مات التقرير بتاعي قال عليا اللي انا خلاص اتجننت، لاني كنت بشوف الاخ الكبير، الشيطان اللي وسوس لكل ده.